بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا انور، هي ده البيت اهوت اللي مبني قدامك ده، اللي على اليمين ده. هو ده من جوه 3 اوض وصاله وحمام. هوريهولك من جوه دلوقتي. تمام. ودي الارض، بقيه الارض بتاعتك اهيت. دي كلها لحد هنا اهي. مبني اوضه كمان اهي لحد البوابه دي كده. تمام. يعني كل دي الارض بتاعتك اهيت. تكمله للبيت. تكمله للبيت اللي انت شايفه ده. تمام كده. حبيت تبنيها بعد كده، حبيت تدخلها في البيت دوت، مفيش مشكله زي ما انت عايز. وهفرجك دلوقتي البيت من جوه ان شاء الله. هبص زي ما انت شايف دي كلها اهيت. وده بيفتح على شارع. ده شارع اهوت، يعني البيت على شارعين. ده شارع اهوت كده. تطلع يمين، ده بيت الاستاذ محمد فتح الله. ده بيت الاستاذ محمد فتح الله اللي هو ابو طاهر. وده بيت الاستاذ الحاج رمضان اللي بقول لك عليه، اللي هو الحاج رمضان اللي هو الاصفر على اليمين اللي على الشمال دوت. واللي في الوش خالص ده بيت الاستاذ محمد فتح الله. كده تطلع يمين، تطلع علينا احنا بقى، على البيت بتاعنا. وده كله شارع واسع اهوت، ده كله ملكك اهوت. شارع واسع مسدود، يعني ملوش ممر كده. يعني حبيت تركن اي حاجه هنا مفيش مشكله، محدش يقول لك لا. الشارع بتاعك انت اهوت شارع مقفول. خش من البوابه كده اهوت. اهو. تمام. في سور هيتعمل ما بين البيتين دولت. في سور هيتعمل، هم طبعا بيتين، البيتين واحد. ففي سور هيتعمل في النص عشان يفصل البيت ده على البيت دوت. السور طبعا هم هيبنوه وهيطلع بيه لفوق خالص. تمام، عشان يفصل البيتين عن بعض. طبعا دي اوضه مبنيه ومتغفاه اهيت، ومصبوبه كده ايه، صبه بلدي عادي. حبيت تستغلها في اي حاجه، تخزن فيها اي حاجه، مفيش مشكله. ودي كلها الارض اهيت تبع البيت. وده شجر، يعني شجره رمان وشجره زيتون، دي مزروعه في الارض. حبيت تستغل الارض تعملها جنينه، ماشي. حبيت تبني فيها براحتك زي ما انت عايز، ارض زراعيه هي يعني، مفيش مشكله. ده الممر اهوت اللي هيتقفل. طبعا هيبقى فيه الباب ده زي ما هو، عايز تقفله ماشي، عايز تخليه زي ما هو تطلع منه على البيت من ورا ماشي. هنخش هنخش كده. طبعا ده باب جانبي، مش باب رئيسي. الباب الرئيسي هنخش منه اهوت، انت شايفه برضه. دي بوابه الرئيسيه اهيت اللي بتدخل على البيت. دي البوابه الرئيسيه. انت بتيجي كده. ده الشارع التاني اللي بقول لك عليه. ده الشارع التاني اهوت، وده البيت اهو. هو البيت ده هتخش منه كده اهوت. هتخش منه، ده الخزان بتاعك اهوت، اللي هو الغطا ده والغطا اللي هناك دولت. الخزان دولت الاتنين واحد. 35 طن. 35 طن كبير خالص، وفيه واصله خط ميه اهو. ده خط ميه، وادي العداد اهو بتاعه. ده خط ميه وده العداد بتاعه اهوت. تمام كده. وده الكهرباء بتاعتك، ادي عمود الكهرباء. مسحنا الشده بتاعتك اهيت اهي، دي شدتك اهي. تمام. وده في ممر تاني اهوت قبل ما تخش برضه البيت. ممر بيعديك على الناحيه التانيه برضه. الممر التاني هيبقى فيه سور زي ده كده. سور زي المبني دوت، نفس السور دوت، بس هيبقى عالي شويه الناحيه التانيه. تمام. شغال ميه اه. شغال بص دلوقتي هتلاقي الميه بتاعتك شغاله اهي. 20 ساعه قلت شغال ميه 24 ساعه الميه شغاله. ان شاء الله. بص ما شاء الله. هي المنطقه ديت كويسه، احسن من منطقتنا، لان المنطقه ديت منحدره تحت. فالميه بتوصل لها احسن من المنطقه اللي احنا فيها. منطقتنا عاليه شويه، فالميه بتوصل هنا بسرعه. طبعا ده حمام خارجي اهوت. ده حمام خارجي للضيوف. تمام. اذنك يا عبد الله. ده حمام اهو، ده حمام خارجي. تمام، حاطط في غساله وبتاع ماشي. ده حمام ضيوف، حمام مربوعه. وادي المربوعه بتاعتك اللي بقول لك عليها. بسم الله. طبعا دي المربوعه اهيت. تمام اهي. ادي المربوعه بتاعتك. فيها باب بيفتح على الصاله، يعني في باب خارجي من بره البيت خالص اهو، ده باب الشقه. وده باب اللي احنا واقفين فيه. وفي باب يفتح من جوه البيت، يعني ممكن تستعمله اوضه، تستعملها مربوعه زي ما انت عايز، مفيش مشكله. تمام. هنخش بقى جوه هنا. ده حمام تاني، يعني ده حمام تاني بالحوض بتاعه. وادي الصاله. تمام. وتفتح على المطبخ بشكل. هي المشكله الوحيده ان البيت ما فيهوش مطبخ، يعني البيت دوت ما فيهوش مطبخ، لانه تابع للبيت اللي جنبيه. فكان البيت اللي جنبيه بيطبخوا فيه، بيعملوا فيه كل حاجه. يعني دي بقى لازم يتعدل، هيبقى فيه تعديل انك تعمل مطبخ هنا. فانت ممكن تقفل البيت دوت وتعمل دي مطبخ عادي، يعني تقفل من هنا كده نص الصاله كده، هتقفلها وتعملها مطبخ. وادي اوضتين اهيت. طبعا دي الاوضه اللي هي مربوعه اللي احنا كنا فيها. تمام. ودول اوضتين اهمت. دي اوضه كبيره 4 و5.
هنشوف الوضع مقفول اهي. المفروض دي اوضه كبيره، اوضه النوم، معلش مش عارف نشوفها عشان خاطر ايه، الناس قاعدين فيها. دي اوضه 4 في 5، اوضه نوم 4 في 5، ودي اوضه اطفال ممكن نخشها. طلب صحيح. دي اوضه اطفال اهيت. كام في كام ديت يا 3 ونص 3 ونص تقريبا. 3 في نص في 3 ونص، دي اوضه اطفال 3 ونص في 3 ونص اهيت. ماشي، دي كلها قدام. ده طبعا الباب بتاعها، وادي شكل الصاله من جوه. ده شكل الصاله من جوه اهوت. هي التانية المشكلة الوحيدة إن مفيش مطبخ. المطبخ ده أنت ممكن تقفل الباب دوت تعمله شباك وتفتح منه مطبخ عادي. أنت كده كده مش هتحتاج المساحة ديت، لأن أنت عندك أوضة جلوس هنا، اللي هي ممكن تعملها بقى مربوعة أو أنتريه زي ما أنت عايز، وممكن تعمل ديت عادي زي ما أنت تعملها مطبخ. مفيش مشكلة. حبيت توسع وتاخد حتة من ورا وتعمل مطبخ ورا في الظهر، مفيش مشكلة زي ما أنت عايز يعني. وادي دي مفاتيح الكهرباء الداخلية في البيت. تمام، دي مفتاح الكهرباء، والعداد بره اهوت. وده العداد بتاعك. طبعا بالاسبلايزر بقى ولا ايه؟ ايه؟ بالاسبلايزر كمان صح؟ اه. وده اسبلايزر كمان اهوت. دوت اسبلايزر اللي هو مضاد للكهرباء عشان خاطر الكهرباء او وطت او علت يبقى انت عندك ما يحرقش اي اجهزه عندك خالص. تمام؟ اهوت عشان ما يحرقش عندك حاجه. وانا زي ما قلت لك هو البيت ما شاء الله جميل، بس هو مشكلته ان ما فيش مطبخ، وممكن توفر له مطبخ عادي يعني. يعني ممكن تبني الحته ديت، ممكن تبني الحته دي دهيت، تقفلها تعملها مطبخ وحمام، تعديل تعملها مطبخ وحمام عادي، يبقى عندك حمام واحد ومطبخ واحد. المنطقه دي مع الحته اللي جوه الحمامين دولت ممكن تهد وتعدل تعملهم عادي حمام ومطبخ عادي، مفيش مشكله، مع الحته اللي جوه كمان. يعني دي مش مشكله برضه، ممكن تتعدل عادي، مفيش مشكله، هنعدلوها يعني. وانا وريتهولك اهوت، وانت برضه اللي انت عايزه ممكن احطهولك ان شاء الله. وده شكل الفيو بتاعك اهوت. طبعا دي المساكن بتاعتك، والناس كلها كل الناس اللي جيرانك هنا ناس كلها احنا متربيين مع بعض، كلها خيرة الناس. انا عارف انت اهم حاجه عندك الجار، ومعظم الناس اللي هنا كلها متربيين معانا وطالعين معانا يمكن من بدء حياتنا، فمتربيين مع بعض، الناس كلها محترمه، وزي ما قلت لك كلهم اهالينا يعني، محدش فيهم ما شفناش من حد حاجه وحشه خالص صراحه يعني. طبعا ده مسجد قدامك اهوت، في مسجد التوحيد قدامك اهو، اللي هناك ده اللي بعد البيت الاحمر ده، اللي هناك ده مسجد. تمام، ودي حته ارض فاضيه قدامك اهيت، يعني محدش برضه كشفك ولا حاجه. حبيت تعلي السور ده بعد كده علي زي ما انت عايز يعني. يلا، السلام عليكم. نورتونا.